السلام عليكم السادة المتابعين. في الفيديو هذا بغيت نجاوب على واحد السؤال راه يتكرر عليا بزاف هاد الفترة مؤخرا في آخر 10 أيام، اللي هو مشكل تساقط الشعر تاع القط يطيش الشعر بزاف. هذا موضوع شائك، موضوع كبير، وما نقدرش نجاوب عليه من كامل الجوانب، بصح نحاول نعطي اهم النقاط اللي تسبب في تساقط الشعر. اول حاجه اللي هي طبيعيه في الربيع وفي الخريف، يعني الوقت اللي رانا فيه نيشان رانا بادين في الخريف، طبيعي انه القط ينحي الثوب تاع الصيف. كاينه في الكلاب، في الكناري، في الدجاج، في كاع المخلوقات، يقلع الفروه تاع الصيف باش يوجد فروه جديده وقويه وتكون مزيته وميدمه باش يقاوم بها البرد في الشتاء. طبيعي انه يبدل الشعر تاعو في الخريف، الوقت اللي رانا فيه. كاين تاني الخلعه، يكون خايف. مثلا تكون عندك قطه وجبت لها قطه باش يكوب ليها في الدار عندك، تكون خايفه منه. هذاك ستريس يخليها طيش الشعر بكميه كبيره. انت يديرونجيك في الدار، سيتو للناس اللي عندهم دار صغيره وعندهم القط داصر ومولفين ويدخل الفراش وكاع، هادو اللي يتاثروا. كاين السبب الثالث اللي هو طبيعي، اللي هو السلاله، نوع القط. اذا كان شيرازي عنده الشعرة طويلة فيها 2 سنتيم 3 سنتيم، هذا طبيعي انه يجدد الشعر كل وقت. ماهش قط طبيعي، ماهيش سلالة ناتورال كيما القط تاع برا. هادو الاسباب الطبيعيين. كاين سبب ثالث اللي هو مهم تاني بزاف، اللي هو التغذية. اذا كانت ناقصة فيها الفيتامينات، سيرتو الفيتامين ا والفيتامين او والاوميغا 3، اللي احنا ورانا نعانو منه كبشر، ماناش ناكلو الحوت في الطبيعي فريش ستردين، بالك ناكلوهم مرة ولا مرتين في العام. في القط سهلة، تقدر تشري له كونسيرف معلبات مرة في الكانز جور، في الفان جور، يعني اللي ما يقدرش تعطيه الكفاية تاعو من الأوميغا 3، ما تبخلش عليه. ولا من الأحسن تشري له تاعو هذه تجيك رخيصة وكمية كبيرة، ما تشريلوش الطون تاع اللي موجه للاستهلاك البشري. هذاك شحال يجيك كيما هكا، مانيش عارف بشحال، 11,000 ولا 12، ما يكفيكش، ما يعطيش الكفاية تاعو وغالي مكلف. أه تحاول تاني تخلط له الخضروات، تفور الخضروات، تعطيه الكاربس من الرز، من المقارون اللي موجهة للاستهلاك الحيواني، البيض المطبوخ مليح تاني، الدجاج بدون توابل وبدون ملح، طيبو ولا تفورو انت ولا تعطيه ني، ماشي مشكل. هذا هما تقريبا اهم النقاط اللي تؤدي لتساقط الشعر. نتمنى نكون وضحت لكم. ممكن نزيد نبحث على الموضوع وندير لكم جزء ثاني. اكتبوا لي في الكومنتات. السلام عليكم.